هل ينفع ان انا كابتن فريق اطلع اتكلم على مدير فني مشي خلاص وعدى وطوى الصفحة؟ معانا كابتن مصر وكابتن نادي الزمالك والفيلسوف طبعا فيلسوف الكرة المصرية كابتن ايمن يونس. اهلا بيك كابتن ايمن ومنور كلام في الجون على ميجا. مساء الخير يا ماركو، عامل ايه؟ اهلا بيك يا كابتن، ازيك؟ بدايه يعني رائعه منك، ابتديت بالجاد فاذر وبعدين ابتديت بالروايح، بس واضح ان انت عندك حساسيه ان ده الربيع ودي روايح الزهور. يا ريت انت ايه؟ يا ريت تبقى روايح الزهور، اتمنى. يعني دي روايح بتهل، روايح حلوه كلها. انت شايف انها روايح الزهور بس، لكن مفيش روايح عدله طالعه من ايناسيو؟ لا قول لي. لا خلي بالك، احنا مش هنكون منجمين، احنا عايزين نكون واقعيين. والله بنحاول نتفائل شويه يا كابتن. يعني جاي بشكل واضح للبطوله الافريقيه. ايوه، وعايزين نتكلم ان الدوري اصبح ذكرى. اي حد بيتكلم يقول الدوري لا ولا مركز تاني ولا مركز تاني. دي مش القضيه. تاني لا يا كابتن، ازاي تاني يوديك تشامبيونز ليج؟ صح. طب ما انا بقولها، مساوي مهم جدا للدوري الافريقي، وتاني مهم جدا تعويضا على الاحداث المأساوية اللي عاشتها. حوارك جميل، وانا شايف ان انت يعني ملم تماما بكل القواضي الخاصه بنادي الزمالك، لكن خلينا نقف عند نقطه اثرتها بشكل واضح اخلاقي. ازاي لعيبه الزمالك تتكلم على واحد كان كابتن نادي الزمالك، طبعا واحد يعني اسم كبير، يعني اتبهدل علشان نادي الزمالك جدا، وتحمل مآسي شخصيه انا كنت لا اقبلها، وانا زعلان من محمد حلمي انه قابلها، لكن في الاخر في كامل الاحترام. مش شيكابالا ولا ابراهيم صلاح، ودول من ولادنا الصغيرين واخواتي في نادي الزمالك، دول كباتن الفريق يا كابتن. ده انا مش جايب مثلا واحد ناشئ ولا واحد، هو ده القدوه بتاع الفريق. انا عايز اقول حاجه اخطر. اتفضل. احنا بنتكلم على ناس بتحمل الجينات الاصليه لنادي الزمالك. اوكي. يعني اتربوا من مدرسه الكوره ولحد ما وصلوا. يعني ابراهيم صلاح كان في المنصوره، بس ماشي نعتبره من ابناء النادي. ماشي. لكن سنه صغير قوي بيتعلم يعني ايه نادي الزمالك. اوكي. شيكابالا من ناشئين. شيكابالا من البراعم، ده من عنده 7 سنين. ما زينا، ما انا برضو كنت من البراعم، وعندنا كل الجيل بتاعنا كان من البراعم النادي. اوكي. لكن خلينا نتوقف ان في حدود ما ينفعش نتعداها. اكيد. احترام الكابتن، احترام الكبير، احترام محمد حلمي. انا لا اقبل شيكابالا يقول كده، ولا اقبل ان ابراهيم صلاح يقول كده، ودي مبررات. مين اداهم البرميشن يا كابتن ان هو يطلع يقول الكلام ده؟ مين اداله التصريح ان هو ينفع اي حد يطلع في الفريق يتكلم على اي حد في النادي في البرامج؟ ما ينفعش. مش في مدير كوره المفروض كان شغال؟ ودي سقطه مهمه جدا لعلاقه شيكابالا وابراهيم صلاح بنادي الزمالك. طبعا. لان انا لا اقبلها، وانا زعلان جدا، ولينا كلام مع بعض فيهم. طبعا. لان محمد حلمي نجح، فشل، اخفق، ادى دوره. اتكلم عنه بكل احترام. لا اسمعني كمان، حدوده وامكانياته كده، قدراته يا اخي الفنيه كده وثقافاته، انت اللي جبته. انت اللي جبته، هو حدوده كده. ده مش معناه ان احنا نغلط في الراجل. الراجل غير مقبول ان احنا نغلط. طيب لو فرضنا معلش يعني كابتن، في حاجات كده معينه بتنقطني، لو انت بقالك شهر ونص بتتمرن تقسيمه واحماء، في الشهر ونص ما بلغتش الاداره ليه؟ لا هو مش من حقه يبلغ الاداره، ومش من حقه يتكلم. يعني ده لو انت يعني صوتك واصل، ما انت بتطلع اهو في البرامج الرياضيه وبتقول، ما ابدتوش الملحوظه دي ليه للمجلس؟ ليه ما حدش عبر عن ضيقه؟ لا اولا اللعيب اللي عايز يتكلم في الملعب، يتكلم في الماتش، يتكلم في التدريب، دي حدود لعب. ده اللي انا افهمه. كنت عايز تتكلم، ده المفروض تتكلم بمجهودك. لكن ان انت تنتقد وتتكلم وتتخيل ان انت لك هذه الحقوق، وده غير مقبول. مش مقبوله. سقطه. مش كباتن النادي ومش ولاد النادي. بالظبط. ده احنا بينا احترام واسرار وتاريخ طبعا. وحاجات كتيره قوي طبعا بنحافظ عليها، وبنحافظ على زملائنا ونجومنا. ولفه ودايره يا مارك. انت النهارده في الملعب، بكره بره الملعب. بكره انت اداري، بكره انت مدرب. انت اداري، او بكره بره النادي. هيتقال عليك ايه؟ انت كل ده. اتمنى ان الامور تهدى في نادي الزمالك. اتمنى الوقت العصيب
مش محتاج ناس تكتر سكاكين، والوقت العصيب عايز معلش يعني تكون ارجل من كده. طبعا والناس تتعامل بشكل، ولو في كلام يتقال لاي حد يتقال باحترام. عايز توجه الكلام للمستشار مرتضى بتفعيل مثلا لجنه الكوره، وانها تكون مسؤوله فنيا، وانها تحضر وتقيم وتدي ده المفروض تجيب اكسبرتس، ناس بتفهم في المجال هي اللي تتكلم وهي اللي تصدر قرارات. لكن ناس تطلع تتكلم على مجلس الاداره، ولا ناس تتكلم على اللعيبه، ولا ناس تتكلم معلش يعني رايك ايه ان شيكابالا بيتكلم على فكره الالتزام، وفكره ان اللعيب ممكن بيبقى بيتدلع وبيلعب وحاجه زي كده، وانت شايف شيكابالا عامل ازاي؟ يعني شايف ان القصه دي ممكن تكون منطقيه حتى على الودن المواطن الطبيعي؟ برضو انا مش هعيد في شيكابالا، انا بطلب منه ما يتكلمش على حد، فانا برضو مش هتكلم على حد. معلش يا ماركو، ام سوري. لا براحتك جدا، بس معلش اصل انا يعني في حاجات معينه بتبهرني، يعني لما شيكابالا يبقى هو اكتر واحد ما بيحضرش تمارين، وبعدين فجاه يطلع يقول لك اصل في ناس بتبقى عندها رعونه ومش عارف ايه وبيلعبوا. ده حتى زمايله النهارده زعلانين وهو قاعد معاهم قعده عرب، بيقول لهم ما تزعلوش مني. يا ماركو، انا مش هنتقد واحد بقول له يتعلم، ما ينتقدش حد، واحنا مثل. جميل. احنا مثل وقدوه. هو خطأ في حقه، ودي كفايه كلمه انها تؤلمه كبني ادم. ان هو انك تغلط في كابتن من كباتن النادي. انت ما عملتش حاجه غير غلطت في نفسك، وما عملتش حاجه غير ان انت اسأت في التصرف. لكن انا في الاخر اللي عايز اقوله لك حاجه واحده، ان احنا مش عايزين ننتقد بعض. الزمالك ده وقت التماسك والتكاتف، واذا كنت بتحب نادي الزمالك ما تنتقدش. مش شطاره تطلع تشتم في المستشار مرتضى وادارته واسلوبه ومجلس الاداره. في حاجات عايزه تعديل، شايف انها مش وقتها يعني. عامه ولاد النادي هتلاقيهم دايما بيفهموا اللي انا بقوله، والمستفيدين وجودهم في النادي المنتفعين او استفادوا من كلمه نادي الزمالك، هتلاقيهم غاويين نقد وغاويين يبينوا نفسهم ولاد نادي الزمالك. ومش دي الحقيقه. صح. وانت فاهم المزيفين في عالم كره القدم. لا وبيبانوا قوي يا كابتن، يعني معروفين حتى. في كتير قوي مزيفين نفسهم زملكاويه، وكتير مزيفين نفسهم اهلاويه، وكتير مزيفين نفسهم بيحبوا مصر. المزيفين كتير قوي. انا شايف ده وقت النادي الزمالك يحتاج التماسك والترابط. في لازم يكون تعديل في اسلوب التعامل مع فرقه الكوره. في لازم توجه بصناعه لجنه كوره حقيقيه. طيب مش وهميه. بالظبط. خلينا نتكلم النهارده ان ايناسيو ادوار ايجابيه وادوار واضحه وادوار فيها نوع من انواع الرقابه الفنيه. جميل. اكتر حاجه ضايقتني، ايوه بعد اذنك اختم بيها كلامي. اتفضل يا فندم. ان الناس مش فاهمين يعني ايه الفرقه الكبيره اللي هي نادي الزمالك. لقيت انا مثلا من ضمن العوارض المضحكه الكوميديه ليا، فرقه نادي الزمالك ما تقدرش تعرف لها تشكيل ثابت. بالظبط. مع انك انت تقدر وانت نايم ومغمض تقول اي فرقه في اوروبا ال11 بتوعها. ما تقدرش تغلط في ال11 بتوع برشلونه ولا ريال مدريد ولا اتلتيكو مدريد. يعني ممكن نتكلم في واحد ولا اثنين لو في اصابات او حاجه يعني، لكن القوام الاساسي ثابت يعني. لكن في حاجه اسمها هيكل رئيسي من 8-9 لعيبه ما لا يتغيروا. هل نادي الزمالك لا ما عندوش؟ انت كده عايز تقول لي ان انت بتوجه رساله لإيناسيو ان انت لازم تحط ايدك على المفاتيح الرئيسيه وتبتدي تثبت تشكيل. طبعا. اوكي. هو ما عندوش حل ايا كان التشكيل. في فرقه في الدنيا اللعيبه كلها ممكن يبقوا اساسيين؟ لا، في لعيبه اساسيين ولاعيبه احتياطي. وحته الفوضى اللي موجوده ان كل يوم بفرقه شكل، دي فوضى. إيناسيو ينجح ازاي؟ اخر سؤال. إيناسيو ينجح بعزل الفرقه عن كل حاجه. طب ما هو دي مش عايزه إيناسيو بس، دي عايزه إيناسيو ورغبه الاداره نفسها. طبعا. ولازم يبقى له لجنه متخصصه كوره لتنفيذ رغباته. يعني هو يبقى فوقيه 2 مثلا زي حضرتك كابتن فاروق مثلا، وانتوا اللي توصلوا الكلام. لا انا بره الموضوع. نادي الزمالك غني. انا بقول مثال ايا كان. انا مش عايز انت تعمل لجنه كوره، واحد من مجلس الاداره و3 من ولاد النادي المحترمين اللي يبقوا حلقه وصل يعني. هم دول الحلقه الفنيه والاداريه كمان. وهم دول الحلقه اللي يقدروا من خلالهم ان يتم التعامل. بس لكن ما حدش يقرب، ممنوع الاقتراب والتصوير. طبعا. انا بشكرك جدا جدا كابتن ايمن، كالعاده بتنورنا. بحب صراحتك، بحب جرأتك، وبحب كمان طريقتك واسلوبك كمان في التحليل وفي الكلام. وانا بحب قوي حماسك واصرارك ورؤيتك والفيجن، وبحب مفرداتك اللغويه وخيالك الحاضر. وبشكرك على انا بشكرك جدا جدا، نورتنا كالعاده. مع السلامه.